السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. أهلا وسهلا بكل حبايبي الجداد وشرفتوني ونورتوني. النهاردة فيديو جديد هنقضي كله في المطبخ مع بعض، هنعمل مع بعض شوية تفريزات. الموضوع هيسهل علينا جدا الوقفة في المطبخ. إن شاء الله الموضوع يبقى سهل وسريع ويوفر علينا مجهود باقي الأسبوع. وكمان هنحضر مع بعض طبق لذيذ شعبي كده، الناس بتروح له اغلى المحلات، بس انا بقالي فتره طويله ان انا بحب اعمله في البيت. الموضوع بيبقى انضف واسهل واسرع والذ بكتير من بره، وبعدين اوفر. يعني والله الاسعار دلوقتي كلها بقت بره، هي اكله شعبيه جدا بس الاسعار كلها باهظه. تحسي ان الناس بتتكلم في حاجه احنا ما نعرفهاش او ما نعرفش نعملها في بيوتنا. بس هي ارزاق وربك يرزق الجميع. اولا صلي على النبي ووحد الله، وما تنسيش تحطي لايك واشتراك لو انتي ما اشتركتيش. انا يهمني جدا ان تسيبي لي رايك في كومنت لو عجبك الفيديو. ما تنسيش تدعميني بلايك، ويهمني جدا انك تشتركي علشان عايزه تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله في اقرب وقت. وكمان اوعي تنسي ترني الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويجيلك ان شاء الله اشعار باي حاجه ننزلها، شورت، فيديو، صور، اي حاجه. ما تنسيش كمان تابعيني على باقي الصفحات. تمام، هسيب لك اللينكات تحت. صلي على نبي واحد الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم كده ويساعدنا ويقوينا على اللي احنا فيه. هنا بقى انا كنت جايبه مشروم، غسلته ونشفته كويس وقطعته شرايح علشان يبقى جاهز على طول على الطبخ. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انا الحاجه بفرزها، مش بسلقها ولا اعمل اي حاجه زي اللي انت هتشوفيه، بس يعني مش هعمل حاجه اكتر من كده. هنا كان عندي حمص مسلوق، منقوع قصدي. فهنا انا سلقته علشان يعني اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. حطيته على النار وحطيت عليه ملح. الميه كانت ضعف الحمص، وسبته على جنب كده يستوي مع نفسه علشان يعني اغير الحله. بحب استخدم فيها اكتر من حاجه، ما بحبش اهلك مواعين كتير بالذات لو معايا وقت. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. الخضار ده انا كان عندي من يوم الثلاث والنهارده الخميس، فيعني انا طولت صراحه، طولت في اول مره من فتره بعيده ان انا اطول كده. بس صباع ايدي الشمال كان وجعني جدا، كان مسخن كفة ايدي الشمال، فما كنتش عارفه اتعامل كويس. وصراحه ما كنتش في افضل حالاتي ان انا قادره. كان مسبب له صداع، وكان مسبب لي شويه وجع كمان في دراعي. فعارفه لو انت اساسا مكسله تقومي تعملي اي حاجه، يعني انا كنت الاحساس ده. الخضره كنت باخد منها كده يا دوبك، باخد شويه ورق من تحت اقطعهم على اي سلطه، اعمل احطهم في بصاره. عملت بصاره قبلها بيوم، يعني كنت باخد كده. بس انا مش من العاده ان انا بسيب الخضره كده. انا يعني يوم ما تتاخر عندي قوي بعملها تاني يوم الصبح بعد ما العيال يمشوا كده، بجيبها واقطعها. ساعات يوميها بالليل اشغل اي حاجه على التلفزيون واجي اقطعها على الكنبه بعد ما العيال تكون نامت، عشان طبعا لو العيال ما نامتش الموضوع هيبقى كله فرش في خضره على الارض، فالموضوع بيبقى اجهاد. وانا بجيب كميات قليله زي ما انا معرفاكم، يعني ما بجيبش كميات كبيره عشان انا عندي صالح بيزن وحرفيا مغلبني في حاجات كتير. فمبقاش دايما قادره ان انا اقعد قاعده طويله اخلص الكميات اللي انا جايباها. يعني انا جايبه نص جزر، نص كوسه، نص طبق مشروم. ده كان عامل 400، مش عارفه 400 جرام، لا هو كان ب40 جنيه، مش عارفه صراحه هو كان قد ايه جرام، مخدتش بالي. نص بسله. الحاجات دي البسله أنا صراحه ما عملتهاش معاكم، خدتها برق والله العظيم قبل ما ابدا الفيديو اصور معاكم عشان احمسكم واحاول انا اتشجع بقى لو انا عايزه اكمل الفيديو للاخر. عملنا البنات ما كانوش موجودين، كانوا في التمرين. كنت انا وصالح بس، صالح كان نايم. واول ما صحي والله العظيم ما في حته ما راحت فيها البسله. مره ياكلها ويفتفتها بقى ما عجبتوش فيتفها في كل حته. ده غير القشر طبعا اللي بقى مالي الشقه كلها. واعوذ بالله كل ما انام شويه يكب شويه، اللي فصصتهم يكبهم. والقشر بقى كل ما احط حبه في الكيس لا يرميهم يمين وشمال. لا بس الحمد لله الحمد لله اتربيت والله، عملت باقي الحاجه كلها وانا واقفه على المطبخ. عشان كده ببقى الموضوع بيبقى صعب ان انا اجيب كميه واقعد قاعده واحده. لان هو لما بينام انا بنشر غسيل، بروق الشقه، بغسل مواعين، بحضر اكل باباه، بطبق شويه غسيل. لانه اول ما بيشوفني بطبق بياخد هو ويفرش في الارض، ياخد هو ويحدف هنا ويحدف هنا. فالموضوع ما بيكونش سهل صراحه. هي فتره ان شاء الله باذنك يا رب وتعدي. هي فتره ان شاء الله وتعدي على خير بامر الله. يعني ايه، هتاخد لها سنه كمان، فربنا يديني الصبر والقوه ان هي تعدي على خير من غير ما انا افقد صحتي وعقلي. والحمد لله على خير.
هنا برضو عملت الجزر والكوسه كمان جهزتهم بنفس الطريقه، بيكونوا حلوين جدا للاكل السريع والجاهز. لشوربه، تحطيهم تعملي صينيه بطاطس، تحطي معاها كم حبه خضار حواليها، تحطي في شوربه. ساعات هنحتاج الجزر، ساعات بنحتاج لو عندك كرفس، اي الحاجات دي كده برضو بنحتاج نعملها نفس الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد ال- الحمص ما اتسلق، انا خدت الحله وغسلتها كويس، وحطيت مكان الحمص العدس البني بتاع الكشري، علشان انا زي ما قلت لكم بحب ان انا ما ابهدلش كتير، لان انا اللي هقف اغسل في الاخر. فليه هتقولي لي ان ننجز نفسنا ومن واقف في المطبخ؟ ما كده كده انا كنت واقفه بجهز شويه حاجات في الناحيه التانية. فليه يعني الخبط نفسي واحط 100 حاجه على العين، كل حاجه على العين؟ ما هي حاجه حاجه بقى، ما انا كده كده واقفه. وبعد ما خلصت العدس صفيته وحطيته في العلبه محكمه الغلق. وكمان اللهم صل على النبي، قطعت البصل وغسلت الحله وعملت فيها صلصه برضو. 3 حاجات في حله واحده. بصراحه يعني انا بحسها اوفر، بالذات لما يكون عندي وقت اعملها كده. ما عنديش وقت خلاص هعمل كل حاجه في حله، لاني اصلا بكون واقفه على البوتاجاز بعمل الحاجات بقى اللي هو البصل بقى والحاجات الباقيه، ببقى حاطه ال4 عيون مشغلاهم كل حاجه عليها حاجه، بس بكون مشغله على عين واحده عاليه والباقي بيكون هادي، علشان ما فيش حاجه تتلسع كده ولا كده، لان العيال كمان بيكونوا حواليا والموضوع بيكون روشه. انا اسفه لو صوت المسجد عالي قوي، بس صراحه انا ما عنديش غير الساعه دي اقدر اسجل لكم فيها، وهي ضاع منها يعني قاعد معايا بالظبط، يعني هم 17 دقيقه اللي قاعدين معايا اللي هم اسجل فيهم الفيديو ده، لان لسه صالح نايم والبنات لسه في الدرس. فانا هحاول اخطف الوقت، عذرا 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 لو صوتي مش باين كويس، او لو صوت المسجد مغطي عليا، او لو هو عالي. انا البصل بقطعه زي ما انتم شايفين، وبحط له معلقتين من النشا، بقلبهم فيه كويس علشان يطلعوا كريسبي شويتين 3 كده محمصين. انا كنت خدت من فتره ان انا هعمل طبخه لليومين، بس انا مش من الناس اللي بتحب تاكل اكل نفسه يومين. بس لما بكون تعبانه بلجأ للموضوع ده علشان اريح دماغي شويه، وما اضغطش نفسي فكره النهارده عايزه اكل وبكره وامبارح امبارح غير النهارده وكده. كل يوم فكره جديده، ما انت مش هتعملي اكله امبارح، ما انت لسه عاملاها امبارح، بما انك فتعملي حاجه تانية. فاللهم صل على النبي بكون عايزه ننوع شويه، فبقيت بحاول نعمل اكله، يعني اعمل منها مثلا النهارده من نص اليوم، ممكن العيال ياكلوا منها النهارده ويفطروا بيها او يتغدوا بيها تاني بعد ما يرجعوا. باباهم بقى لازم اكله كل يوم غير التانية. لو طبيخ بيكون فيه تركة هي المختلفة، يعني مثلا لو هو بياكل شوربة الخضار معاها ملوخية ورز، ممكن نغير بدل شوربة الخضار يبقى لسان عصفور، وممكن بامية، او ممكن نشيل الرز نحط حاجة تانية مكانه، بتبقى كده اختلافات كده بسيطة. هنا كنت البصل فروزن، ودي من الحاجات برضو مهونه عليه الوقت. والله كنت لسه بفكر امبارح بعد ما خلصت الفيديو، بقول انا كنت عايزه اعمل شويه تفريزات للبصل والثوم. عايزه انزل اشتري توم، وكمان اشتري بصل عشان انا ما عنديش غير كام بصلايه صغيرين. انا البصل المحمص اللي هو الكريسبي ده مش بعمل كتير، لان انا جوزي عنده القولون وانا عندي القولون وعيالي مش بيحبوه، ف مش بعمل كتير، هما بصلتين صغننين. والله العظيم لما جيت احط لهم شلوني، عارفه اللي هو الناس كلها بتقول لك شويه بصل مش عارف ايه، لا انا عيالي مش بيحبوه. فهنا حطيت شويه بصل الكميه اللي انا عايزاها، يعني بعمل بصل مش كتير زي ما قلت لكم. وكيس صلصه لما يكون معمول بالطريقه دي بينزل اسهل ويبقى اسرع. ساعات كنت بكسل واسيبه زي ما هو كده مكعبر ومدور، لما بيدخل الفريزر بياخد هيئه وشكل اعوذ بالله فظيعه. وانا بعمل الكشري في حله واحده، يعني بحمر البصل وبعد كده بشيله، والزيت لو كتير بشيل منه، وبسيب كميه تكفي الشعريه والرز والمكرونات اللي بحطها. انا بحط نوعين بس من المكرونه، في ناس بتشكل بقى في المكرونات، مره سوست، مره قواقع، مره سباكيتي، مره قلم، مره مرمريه، مره خواتم. انا بس اللي ثابته معايا في الكشري بالذات السباكيتي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، المرمريه والشعريه ورز. وبتحطي ورقه غار وواحده من حبهان وشويه كمون. صلي على النبي كتير، صلي على النبي، وتمني من ربنا يحسن ما بين ايديكي، وان ربنا يطعم كل جاي على وجه الارض. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا الحاجات دي بتبقى انفاس وطرق مختلفه، انا كل واحده ليها طريقه. احنا زمان مع امي كنا بنسلق كل حاجه لوحديها بقى، وكنا يوم الكشري ده بيبقى ايه، مهرجان مواعين. بس بسطي على نفسك، الموضوع مش مستاهل. دي كميه البصل اللي انا كنت عاملاها
تحس ان هي مش كتيره، بس عيال بيحسوا ان انا عامله لهم كميه كبيره قوي. والبصل ده من الحاجات اللي لما بتعمليها قبل ما تحمري الشعريه والحاجات دي في نفس الحله تدي طعم خطير وريحه تاكل البيت كله وتخليكي جعانه كده، بس مش مستنيه الاكل يستوي. هنا كمان جوزي وهو جاي خليته جاب لي معايا شويه حاجات، جاب لي عيش وجاب لي كزبره ناعمه، وجاب لي كمان قرنفل وقرفه بس انا فضيتها مع نفسي، وفلفل اسود كمان. فهنا انا العيش لما بيكون زياده عن احتياج اليوم بشيل منه في الفريزر. التلاجة ساعات ما بيبقاش احسن حاجه انك تشيليه فيها لانه هيبوظ، بينقط كده وتحس ان ريحته غيرت. فانا بشيله في الفريزر، اول ما محتاج اطلع الكيس. 3 دقايق والله العظيم، يمكن كمان ما بيكمل 3 دقايق، الفرن تكون سخنه تحطيه فيها. خليكي واقفه جنبه لان انت مش هتكملي حاجه وهتطلعيه تلاقيه كانه لسه جاي من الفرن دلوقتي طازه. تمام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت لك بسطيها على نفسك، الحياه هتبسط. معاكي اطفال ما معاكيش اطفال، مش مستاهله قوي انك تقعدي في المطبخ بالساعات وفي الاخر تطلعي بطبق انت نفسك مش راضيه عن الاكله حلوه وكل حاجه، بس كانت تستاهل وقت اقل من ده. فسهلي على نفسك، الموضوع ابسط من كده بكتير. المفروض العيش التوست بيتعمل بيتعمل بعيش شامي. انا عملته بالعيش البلدي عادي، وبعمله على طول بالعيش البلدي لما يكونش عندي عيش شامي. فقصقصته كده، وكمان من غير زيت ولا اي حاجه، انا مش بقليه، بحطه في الفرن يتحمص واطلعه، اديله رشه كزبره ورشه كمون مع رشه ملح خفيفه جدا، وبألف هنا على قلوبكم. بيبقى طعمه وريحته تجنن، على مع شويه كده على جنب مع الكشري وهو سخن والصلصه والدقه والبصل المقرمش، مع شويه من العدس والحمص، يعني تحبيشه تستاهل بقك. اهم حاجه وانت واقفه في المطبخ عشان الموضوع ما يتراكمش فوق دماغك، انك تخلصي الحاجه اول باول. مواعين اول باول بقى ايه، ما تستنيش الموضوع يكتر تقولي اعمل في الاخر بالمره، لا. عندك شويه مواعين دلوقتي اعمليهم. حطيتي معلقه يلا هاتيها في ايدك، طبق حله طاسه اي حاجه هاتيها، ما تستنيش. لو استنيتي ان انت تخلصي هتلاقي الموضوع الحوض مليان وانت حاسه بارهاق، فهتقولي لا هرتاح شويه وارجع. والراحه دي ممكن تجيب ساعه 2 3، ممكن المواعين تبات في المطبخ بسبب انك مكسله وخلاص تعبتي من وقفه المطبخ النهارده، واقفه اليوم كله. لا، انجزي على نفسك وقت يعني اختصري بمعنى اصح. المواعين تتعمل باول باول هتوفر عليكي وقت ومجهود، وهتخليكي مش حاسه بالزرزره انك تطلعي متضايقه ومتعصبه ان كل الوقت ده في المطبخ، وفي الاخر لسه برضو المطبخ عايز منك مجهود فوق المجهود، وتحسي انك كانك ما كنتيش واقفه فيه. بس انت عن نفسك، انا عن نفسي بتكلم قصدي، بعمل من الحاجات اللي بعملها بحس ان هي بتوفر عليا وقت ومجهود، ان انا بقول ان انا النهارده عملت كذا وكذا وكذا. طب والله كويس، لما احتاج الاكله الفلانيه هلاقي الحاجات بتاعتها جاهزه على طول، يا دوبك اخش اشوحها وخلصت. هي كده الموضوع هيخلص معاكي بكل سلاسه وسهوله، والموضوع مش هيحتاج مجهود، بس انت بسطيه على نفسك. واهو كل حاجه جهزت وتبقي خلصتي كل اللي وراكي، مش محتاجه تكوني متزرزره، هتبقي طالعه تاكلي وبراحه، وحتى تكوني في هدوء كده، اللي هو مفيش غير بس كام طبق دول. هي مش مشكله لو اتسابوا شويه، تاخدي بريك، ارفعي رجليكي على الحيط علشان الدم يفضل رايح جاي، علشان ما تحصلكيش اي دوالي او اي مشاكل مع الوقت. تعلمي ازاي تريحي نفسك بنفسك، محدش هيجي يقولك عنك. حياه بسيطه وسهله ومش مستاهله. و خليكي هاديه، خدي الامور بهدوء. ما بحبش حد يقف معايا في المطبخ، مش مشكله بسيطه. بعد ما تخلصي المطبخ وانت قاعده بره تقولي والله يا جماعه انا عارفه ان انا ضايقتكم لما كنت بزعق وقلت اطلعوا بره، بس انا بتعصب، بخاف ان حد يتكب عليه حاجه، حد يتفضفض عليه حاجه كده. فهميهم بحب انت عايزه ليه يخرجوا بره. وهنا كنت عملت شويه سلطه كمان، لان احنا بنحب الكشري جنبه شويه سلطه. وكنت كمان جهزت لهم الكيك علشان يفطروا بيها تاني يوم، والحمد لله. هنا كنت عايزه اوريكم هي حلوه ازاي. هي كانت فلقت بسبب ان انا يعني كنت عايزاها ايه تطلع عاليه شويه، فاللهم صل على النبي، طلعت فاتحه بقها كده للسما. بس هي الحمد لله عجبتهم برضو، طلع طعمها حلو وكانت لذيذه. والكشري خلاص كان جه الوقت اللي هم هياكلوا فيه، قبلها بتلت ساعه كده قالوا لي، ابتديت اجهز بقى، وحطيت الاكل على النار. انا بحب احط شويه حمص يستووا مع الاكل، يعني هم 95% سوا الحمص. فحطيت شويه وشغلت الميه من الفلتر، انا مملحاه ومبهراه بالكمون والكزبره، وحاطه ورقه الغار اللي هي ورقه اللوري، وكمان حاطه واحده من الحبهان، حطيتهم يستووا على النار. ملحت السلطه
وكبتها غرفتها في طبق. يعني اهم حاجه الكشري وانت مولعه عليه تبقي موطيه، يعني اول بس ياخد كام غلوه كده مع بعض الاول، بعد كده توطي عشان الموضوع يستوي بهدوء ويكون طعمه لذيذ وحلو كده. يبان ان الدنيا مكركبه حواليا، بس لا، لما انا شلت حاجه الكشري الدنيا كلها هديت ورقت، والكيكه دي دخلت الفرن عادي. يعني مش هولع عليها، لا، الفرن شغاله عادي، مش شغال قصدي، عادي كأن شايلاها في الفرن عشان مش بحطها في التلاجة. وهنا حطيت ان انا اعمل شويه الدقه، حطيت توم وشويه زيت وهطفيها بالخل، واللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. احط كمون وليمون وملح و اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بس هتحط كميه الماء اللي انت عايزاها عشان تبقى عندك كميه الدقه، وتدوقيها تشوفيها عايزه ليمونه، عايزه خل، عايزه ملح، عايزه اي حاجه تحطيها لها. انا في الصلصه حطيت معلقه هريسه اللي ما خدش باله، او انا نسيت اقولها، كنت بتكلم في حاجه نقطه تانية. وبكده يكون خلص يومي في المطبخ. جهزنا خضار للتفريزات وعملنا الكشري المصري بطريقه سريعه وبسيطه وما خدش معايا وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو حابين تشوفوا الروتينات اكتر وافكار للتنظيم المطبخ، تنظيم وقتك، اكتبيلي في كومنت. وما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وما تنسيش تثبتي حضورك بالصلاة على النبي، علشان يهمني جدا 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 انكم يعني تكسبوا حسنة او اي استفادة من ورا الفيديو، تطلعي ذاكرة ربنا مصلية على النبي. واكيد الحاجات دي هتساعدك ان ربنا يبارك لك في وقتك وفي مجهودك، وربنا يكفينا شر انفسنا ويبارك لنا في ولادنا ويبارك لنا في رزقنا. الحياة بسيطة مش محتاجة تعقيد، بشوية تركات. وانت اهدي، خليكي هادية علشان يكون اليوم مليان نشاط وحيوية، ويكون سهل وبسيط، ونرتب ونروق، وربنا يدينا الصحة ويبارك في وقتنا وفي مجهودنا، ويكون يومك مريح وبسيط وهادي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في احسن حال، ونكون مع بعض دايما، واحنا عيلتنا بتكبر شوية شوية بيكم ومعاكم ان شاء الله، وتبقى افضل قناة وتسمع تسميع جامد ان شاء الله. قولوا يا رب مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، واعملي لايك قد الدنيا عشان انا بحبكم جدا جدا جدا. بحب اشارك معاكم التفاصيل بتاعتي، هي اي نعم ساعات ما بتبقاش كامله، بس بحب اخد المقتطفات البسيطه، لان احنا طالعين نسهل على بعض ونبسط الدنيا، مش محتاجه تعقيد. هنا الكشري كان استوى وكانت بوريكم ان هو مفلفل، ودي كانت سفره النهارده، والحمد لله الحمد لله. سلام.